السلام عليكم. عشان نعمل التوست اللي انتوا شايفينه القمر ده، وكمان فتحاته ضيقة جدا زي ما انتوا شايفين، مش واسعة، وكمان مقرمش من بره وطري من جوه زي ما هوريكم دلوقتي. بصوا، طري جدا كده من جوه ومقرمش من بره، وطعمه كمان يجنن والله، صدقوني احسن كمان من بره. هنعمل بقى المقادير بتاعتنا، والتزموا بالمقادير مظبوطة. 200 ملي لبن دافي، وكمان عندي الكوبايتين دي هنخلهم واحطهم لوحدهم، وكوباية دقيق هنخلها واحطها لوحدها. ممكن الدقيق بتاعك يحتاج اكتر من 3. خلي دقيق اكتر معاكي حسب الدقيق بتاعك ونوعته. انا مستخدمة دقيق جميع الاستعمال. كمان عندي معلقة ونص، معلقة كبيرة ونص من الزبدة، طبعا مذابة بس مش سخنة. وبعدين معايا معلقتين كبار سكر، معلقة صغيرة خميرة، معلقة صغيرة خل، بيضة كاملة، ورشة الملح. اول حاجة زي ما انتوا عارفين انا لازم اختبر الخميرة بتاعتي. اول حاجة هحط معلقتين السكر على اللبن وهدوبهم كويس، واحط الخميرة وهدوبها واسيبهم على جنب. اول بقى ما تعمل الفقاعات دي يبقى خلاص نجحت معايا. هضيف البيضة، وبعد كده هضيف الزبدة وهقلب، وطبعا الخل، وهقلب كل ده. وهجيب بقى الدقيق بتاعي منخول وما هحط له رشة الملح. وبعد كده هحط الخليط بتاع اللبن والبيض والزبدة وهعجن. العجن بقى مهم جدا، ان انا وانا بعجن طبعا هتلزق معايا، هحط شوية من الدقيق لغاية ما تبقى معايا عجينة طرية، وكمان مش بتلزق قوي. بتلزق بس بتطلع من الايد بسهولة. زي ما انتم شايفين انا حطاها على الترابيزة، ما بتلزقش في الترابيزة، بتلزق شوية بس ما بتلزقش. هعجنها ربع ساعة. بعد كده زي ما انتم شايفين عجينة ناعمة طرية، هحطها بقى في طبق مدهون بالزيت وهسيبها ساعة. بعد ما سبتها ساعة وتضاعفت الحجم بتاعها زي ما انتم شايفين كده، هجيبها بقى وافردها على الترابيزة. لازم العرض زي ما انتم شايفين كده، انا عايزاه عرض القالب اللي انا هحطه فيها. يعني هحطها كده قدامي زي ما انتم شايفين كده، وهبتدي اعمل المستطيل حسب العرض بتاع القالب. كده انا عملت القالب كده زي العرض بتاعه بالظبط. هبتدي افرد، ودي التركية اللي انا هقول لكم عليها عشان يطلع من جوه فتحاته صغيرة ضيقة. هعمل كده زي بعمل اسطوانة كده، وبقفل بايديا زي ما انتم شايفين بصبعي كده عشان اقفل كويس. وكل ما بعمل لفة بقفل كويس بايدي، واتاكد ان انا بضغط عليها كويس قوي علشان ما يبقاش الفتحات واسعة. لغاية بقى ما بخلص الاسطوانة بتاعتي. زي ما بعمل اسطوانة بضغط كده علشان تبقى مقفولة كويس. بعد بقى ما بخلص الاسطوانة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، هوريكم بعد ما خلصتها ببتدي بقى اقفل عليها كويس من الاخر بايديا. هنقلها في القالب بتاعي وهسيبها ربع ساعة تخمر تاني. هقفلها بستريتش راب كده زي ما انتم شايفين كده مدهون بالزيت، وهسيبها ربع ساعة لغاية ما هيتضاعف حجمها تاني وتاخد شكل القالب. بعد بقى ما اخد شكل القالب هحطها في الفرن، وهسيبها 10 دقايق على نار عالية. وبعد كده هسيبها نص ساعة تكمل سواها. اول ما بتطلع بدهنها بزبدة. وزي ما انتم شايفين ده كده لما طلع خالص. وفي معلومة وملحوظة مهمة جدا، ما تتقطعش وهي سخنة، تسيبوها ساعة ساعتين 3 لغاية ما يبرد خالص وبعدين نقطعها. كده التوست بتاعي بقى جاهز. اشوفكم في وصفة جديدة. ما تنسوش تقولوا لي ايه رأيكم في الكومنتات، ونفسكم اعمل لكم ايه. ما تنسوش لايك سبسكرايب، كومنتات كتيرة قوي. قولوا لي ايه رأيكم. باي باي.